قصته مظلمة لدرجة أنها قد تبدو كتحذير من الله نفسه. Over the last 10 years, counting or not counting gang violence? Great. شاب بسيط من شيكاغو صعد إلى الشهرة بالالتصاق بدونالد ترامب، ثم بنى مسيرته المهنية على السخرية من الإسلام والدفاع عن جرائم الصهاينة. بينما كان أطفال غزة يذبحون، كان تشارلي كيرك يضحك ويبرر للقتلة. وبينما كان المليارات يعبدون الله في سلام، كان تشارلي كيرك يسخر من عقيمتهم ويشتم نبيهم ويدعي أن الإسلام خطر على الحضارة، لكن الغرور لا يدوم إلى الأبد. كيف اكتسب هذا الرجل كل هذا النفوذ؟ ماذا قال بالضبط ليهين الإسلام مرارا وتكرارا؟ وكيف انتهت حياته فجأة في مأساة صادمة أسكتته إلى الأبد؟ ابقوا معنا حتى النهاية، فهذه هي قصة تشارلي كيرك، كاره الإسلام والمدافع عن الصهيونية والرجل الذي سخر من الله قبل أن يلقى نهاية عنيفة. هيا بنا نبدأ. كان تشارلي كيرك معلقاً وناشطاً سياسياً محافظاً أمريكياً ومؤسس منظمة Turning Point USA، وهي جماعة زعمت أنها تروج للأسواق الحرة والحكومة المحدودة، لكنها في الواقع أصبحت منصة لحروب ثقافية مثيرة للانقسام. ولد عام 1993 وسطع نجمه في أوائل العشرينات من عمره من خلال دعمه لحملة دونالد ترامب في عام 2016. قدم كيرك نفسه على أنه المدافع عن الحضارة الغربية. كان شاباً سليط اللسان وسرعان ما اكتسب اهتماماً في البرامج الحوارية المحافظة. كان هدفه واضحاً: التأثير على شباب أمريكا ونشر أيديولوجيته في حرم الجامعات. ولكن تحت هذا السطح كانت سياساته غارقة في العداء، ليس فقط ضد الليبراليين، بل ضد ديانات ومجتمعات بأكملها. نمت شهرة تشارلي كيرك خلال حقبة ترامب. أصبح أحد أكثر المدافعين عنه صخباً، حيث ظهر على شاشات التلفاز وفي البودكاست وفي التجمعات الحاشدة. كانت خطاباته تهاجم أي شخص يختلف مع نسخته الخاصة من أمريكا. لكن قضية واحدة كشفت حقيقته أكثر من أي قضية أخرى: دعمه الأعمى للصهيونية. دافع كيرك عن إسرائيل حتى عندما كانت قنابلها تتساقط على أطفال فلسطين. عندما ملأت صور الدمار في غزة شاشات العالم، بيوت محترقة، مستشفيات مدمرة، وأطفال جثث هامدة تنتشل من تحت الأنقاض، لم يبدي كيرك أي تعاطف. بل على العكس، سخر من أولئك الذين بكوا من أجل العدالة. بالنسبة له، كان الوقوف مع الصهيونية يعني تجاهل المعاناة الفلسطينية. لقد صور إسرائيل على أنها الحليف المطلق، ووصف أي شخص ينتقدها بأنه خطير. وبفعله هذا أخمد أصوات المقهورين، وسخر من أولئك الذين طالبوا بالسلام، وكشف عن حقيقة ولائه. هذا الدفاع المتشدد عن الصهيونية، بالإضافة إلى دعمه لسياسات ترامب، رسخ شهرته. ولكنه كشف أيضاً عن نمط متكرر: كان كيرك يختار دائماً الاستفزاز والقسوة على حساب الرأفة والحقيقة. لعل الجزء الأكثر ظلمة في إرث تشارلي كيرك هو سيل إهاناته الذي لا ينقطع تجاه الإسلام. مراراً وتكراراً اختار السخرية من عقيدة يتبعها ما يقارب 2 مليار شخص حول العالم. لم تكن كلماته انتقادات مدروسة أو مناقشات سياسية، بل كانت هجمات مباشرة تهدف إلى التحقير والاستفزاز. دعونا نلقي نظرة على ما قاله بالفعل. في برنامجه أعلن كيرك: الإسلام لا يتوافق مع الحضارة الغربية. وذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً: الإسلام هو السيف الذي يستخدمه اليسار لذبح أمريكا. وأصر على أن المناطق الإسلامية الكبيرة المخصصة تشكل تهديداً لأمريكا. وفي مقابلة أخرى ادعى أن الإسلام لا يؤمن بحرية التعبير ولا بحرية الدين ولا بفصل المسجد عن الدولة. ولعل أكثر إهاناته وقاحة هي تشبيهه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بجيفري أبستين، وهو مجرم مدان بجرائم جنسية، ساخراً بذلك من إحدى أكثر الشخصيات تجليلاً في التاريخ. لم تكن هذه لحظات عابرة. كان كيرك يكررها بفخر، وغالباً ما كان يتباهى بأنه وفريقه سيستمرون في التحذير من الإسلام بغض النظر عن ردود الفعل. بالنسبة له، لم يكن ألم المسلمين مهماً.
لقد صور ديناً بأكمله كعدو مغذياً بذلك الانقسام والخوف. وصفه النقاد بأنه معاد للإسلام وكاره وخطير. لكن كيرك تجاهلهم جميعاً، متظاهراً بأن هجماته كانت مجرد قول للحقيقة. هذا الغرور وهذه السخرية من الله ورسوله أصبحا من السمات المميزة لمسيرته العامة. ثم جاء سبتمبر 2025، الشهر الذي سيضع نهاية لحياته. في ذلك الصباح استيقظ تشارلي كيرك وكأنه يوم عادي. على وسائل التواصل الاجتماعي كان مبتهجاً، يغرد وينشر كما لو أن لا شيء يمكن أن يوقفه. قبل ساعات من وفاته ابتسم أمام الكاميرات وصافح الناس واستعد لفعاليته الجامعية في ولاية يوتا. بالنسبة للعالم الخارجي بدت مجرد محطة أخرى في جولته. لكن ما لم يكن كيرك يعلمه هو أن ذلك الصباح سيكون الأخير في حياته. دخل قاعة الجامعة بحيوية، مفعما بثقته المعتادة. كلماته الأخيرة التي وجهها للجمهور عكست نفس الغرور الذي حمله دائما. وبعد لحظات وقعت المأساة. أمام الطلاب والموظفين المصدومين أطلق النار على كيرك. ساد الذعر القاعة. دوت صفارات الإنذار. الرجل الذي سخر من الله وأهان الإسلام ودافع عن الظلم أخمد صوته إلى الأبد. انتشر الخبر على الفور: مقتل تشارلي كيرك بالرصاص في فعالية جامعية. تصدرت العناوين الرئيسية القصة في جميع أنحاء العالم. نعاه أنصاره، لكن آخرين رأوا في ذلك نهاية حتمية لرجل ازدهر على الاستفزاز. أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تحقيقاً سريعاً في هوية القاتل، واصفاً إياه بأنه مشتبه به قيد البحث. ودارت التكهنات على الإنترنت: من هو؟ لماذا استهدف كيرك؟ هل كان انتقاماً سياسياً أم غضباً شخصياً أم شيئاً آخر؟ لا تزال الإجابات قيد التحقيق، لكن الحقيقة تبقى: انتهت حياة تشارلي كيرك بعنف، مما صدم حتى أولئك الذين احتقروه. قصة تشارلي كيرك ليست قصة ملهمة، بل هي قصة للعبرة والاتعاظ. شاب كان بإمكانه استخدام منصته من أجل الوحدة والرحمة، لكنه اختار بدلاً من ذلك طريق الانقسام والغرور والسخرية من الله. دافع عن الصهيونية بينما كانت دماء أطفال غزة تسيل. أهان الإسلام بينما كان المسلمون في جميع أنحاء العالم لا يطلبون سوى الاحترام. بنى شهرته على الغضب وأنهى حياته في مشهد من الغضب. فما رأيك؟ هل كانت هذه مجرد سياسة أم أنه كان القدر؟ هل كانت نهايته مكتوبة بالصدفة أم كانت تذكيراً بأنه لا أحد يستطيع أن يسخر من الله دون عواقب؟